اليوم إن شاء الله في مطبخ ناصرة جيتكم بوصفة جديدة لتحضير الدجاج المحمر على طريقتي. نبداو ندو الدجاجة تاعنا تاع كيلو، نبيتوها مع التوابل اللي هما الحرور، فلفل الأحمر، شوية زعفران، شوية سكنجبير، شوية الكمون، كروية، كل هذيك التوابل يكونوا عندكم 7 بهارات كما نقولوا، شوية زعتر. نديروها مع شوية تاع الليمون، عصير ليمون، ونخلوها في الفريجيدان تبات ليلة. بطبيعة الحال ما تنساوش تملحوا شوية. هنا بطبيعة الحال كما راكم تشوفون راني قليتها في المقلاه بشوية تاع زيت وحبات تاع توم. هنا الدرسة اللي باش ندهنوا بها الدجاجة تاعنا، نديروا مغرف تاع حسل حرة من الكبيرة، نديروا فلفل أحمر، نديروا أيضا الحرور، نديروا أيضا مغرف تاع موطارد، نديروا شوية كروية، وشوية أيضا شوية تاع كمون، نديروا حبة تاع طوماطيش نكونوا مرابينها بيان، ونزيدوا أيضا شوية ورقي تاع الرند والثوم اللي كنا قليناه في الزيت مع الدجاجة. نخلطوا كامل في رحبة، كامل كلش، وندهنوا بهم الدجاجة تاعنا، ونزيدوا شوية تاع ملح. هنايا رانا دهناها من الفوق، ونزيدو ندهنوها ايضا من التحت، ومن بعد نغطوها بالبابي الومنيوم ونديروها في الفرن على درجة حرارة 250 على مدة 45 دقيقة. إذن كان هذا الشكل الأخير تاع الدجاجة تاعنا. هنا حبيت نزيد البطاطا معها مع الدجاج، غليتها وقليتها وزوقت بها الطبق تاعي. إذن كان هذا هو طبق اليوم، وشهية طيبة.